تخيل معايا تبقى قاعد في أمان الله لا بيك ولا عليك، وفجأة تفكر في حد مرة واحدة بدون سابق إنذار، حد يقتحم أفكارك وشوية بشوية تبقى متعلق بيه والموضوع يتطور وتبقى أسيره، مش شايف حد غيره ولا عايز حد إلا هو، وتبقى يا عيني يا حرام فاكر إن ده التفسير المنطقي للحب الأفلاطوني. ولكن اسمح لي أقول لك أنت واقع في فخ سحر المحبة، وحلقة النهاردة مهمة ليك. أنا أحمد دياب ودي حلقة جديدة من العراف. سحر الجلب أو سحر المحبة تاني أخطر سحر بعد التفرقة، لأنه بيسلب الإرادة، بياخد العقول ويخليك أسير شخص بعينه بيكون هو اللي عمل لك العمل ده. وعشان تفهم أكتر محتاج تسمع مني الحكاية الأولى واللي صاحبتها بتقول أنا بحكي قصتي عشان تتعظوا منها، وعشان لو حد بيفكر في الطريق ده ما يقربش منه أبدا. أنا اسمي أسماء، عندي 18 سنة وبدرس في ثالثة ثانوي، وكل حاجة بدأت لما اتعرفت على يوسف شاب كويس جدا وأكبر مني ب5 سنين. عرفته عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفضلنا مع بعض مدة لحد ما اتعلقت بيه وشفنا بعض واتقابلنا، وتعلقي بيه زاد وحبيته، وده كان شيء عادي جدا. لكن بصراحة أنا حبيته لدرجة الجنون، كنت عايزاه يبقى ليا انا وما يفكرش في حد غيري. انا الحقيقه من متابعي عالم الغيبيات ومن الباحثين فيه، وكنت بسمع دايما عن حاجه اسمها سحر الجلب، وانه بيخلي الشخص يحب اللي عمل له السحر ده اكتر من اي حد في الدنيا، اكتر من ابوه وامه. وبصراحه تاني انا حبي ليه عماني عن اي حاجه تانية غير انه يبقى ليا انا وبس، ومفرقش معايا بقى سحر ولا مش سحر، المهم يبقى بتاعي انا وبس. دورت كتير وسالت كتير على النت على طرق، وجربت كتير ولكن كلها باءت بالفشل، وكان كل الحاجات اللي قابلتها مجرد كذب وحاجات متألفة، لحد ما لقيت عنوان لشخص اسمه الشيخ ضاحي، ولحسن حظي انه كان قريب جدا مني. خدت الرقم واتصلت عليه، وعلى طول حددت معاه ميعاد عشان اقابله واقول له على كل حاجة بالتفاصيل واشرح له طلباتي. وفعلا بعد كام يوم رحت له البيت، وكان في منطقة مهجورة ما فيهاش اي حد. خبطت على الباب لقيته اتفتح، وسمعت صوت بيقول لي تعالي يا اسماء. دخلت وبصيت ورايا ما لقيتش حد ورا الباب، رحت ناحية الصوت وهو بيناديني، ولقيت الباب بيتقفل ورايا، وحسيت بشوية خوف. لقيت الشيخ ضاحي بيقول لي تعالي يا اسماء ما تخافيش. مشيت ورا مصدر الصوت لحد ما وصلت الأوضة أقل ما يقال عنها إنها قبر، ريحتها وحشة قوي وضلمة، وهو قاعد في نص الأوضة وقدامه مبخرة كبيرة وفي شوية نور طالعين من المبخرة بسبب البخور اللي بيتحرق. قربت وأنا الحقيقة كنت خايفة، خاصة إني كل ما أقرب منه بحس بحاجات بتتحرك وراه، وشه بيظهر أكتر، وكان شكله مرعب ووشه مضلم وعليه غضب ربنا. قعدت جنبه وحكيت له اللي أنا عايزاه، ابتسم ابتسامة غير مريحة وقال لي ما تقلقيش، أنا هعمل لك كل اللي تطلبيه، بس عايزك تنفذي اللي هقولك عليه بالحرف. أنا طبعا وافقت، وهو طلب الآتي. قال أنا عايز في البداية 1000 جنيه وتجيبي لي حاجة من قطره، شعر، هدوم، دم، أي حاجة، وهاتي اسمه واسم أمه. قلت له حاضر، أنا هنفذ اللي أنت عايزه. هو اسمه يوسف وأمه اسمها رقية. قال لي كويس جدا، بكرة تجيلي ومعاكي باقي الطلبات. المهم كلمت يوسف وطلبت منه إن أشوفه، وقعدنا سوا وطلبته كمان منه يجيب لي أكل، وفعلا راح جاب الأكل وكان مغلف. طلعت من الشنطة مقص وعملت نفسي كأني بفتح الأكل، وخبطت صباعه بالقصد عشان خاطر يتعور، وفعلا اتفتح جرح بسيط. فعملت نفسي ان انا مرعوبه وخايفه، وقلت له انا اسفه حقك عليا، وخدت منديل ومسحت بيه الدم وعملت نفسي وكاني برميه. قال لي خلاص ما تقلقيش، هروح اغسل ايدي واجيلك. اول ما مشي من هنا رحت خدت المنديل اللي رميته وحطيته على طول في الشنطه، وخدت بعضي ومشيت، حتى ما قلتلوش ان انا همشي. تاني يوم رحت لضاحي واديته باقي الحاجات، ابتسم وقال لي تمام قوي. خد المنديل وحطه في ميه لونها اسود، وقعد يقول كلام غريب، وجاب ريشه عليها دم كتب بيها على ورقه حروف وارقام. وصدقوني لما اقول لكم اني كنت بشوف الحيطان بتتهز، كل ما كان بيتكلم اكتر كل ما كنت بحس ان الحيطان بتقرب مني وكانها هتطبق علينا احنا الاتنين. وكان كل ما يقول اكتر كل ما ابدا احس ان في خيالات حواليا وفي كل مكان، ظل ناس موجود على الحيطان انا مش شايفاه ولكنه موجود. خلص كل الكلام وقال خلاص كده فاضل حاجه واحده بس، تاخدي الورقه دي وتحطيها جوه حد ميت. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني تدخليها جوه جسم ميت باي شكل من الاشكال، واول ما تندفن معاه مفعول العمل هيبدا يشتغل، غير كده مفيش حاجه هتحصل وهيروح عليكي كل التعب اللي انت تعبتيه. خرجت من عنده وانا قاعد افكر احطها جوه حد ميت اعملها ازاي دي، وبدات ان انا ادعي ربنا، وزي ما تقولوا كده كأن ابواب السماء كانت مفتوحه. واحده جارتي ماتت في نفس اليوم، فانا قلبي مات ومعرفش انا جبت التفكير ده منين. دخلت على اللي كانت بتغسلها ووقفت معاها كأني زعلانة عليها،
وبعد ما خلصت تغسيل وخلاص هتكفنها عملت نفسي كأني بحضنها، ورحت حاطة الورقة جوه بقها، فتحته بإيدي وحطيت الورقة جواه ورحت قافلاه تاني. ولكن المفاجأة عينيها برقت لدرجة إني كنت فاكر إنها هتقوم وتكلمني أو حست اللي أنا بعمله، ولكن المغسلاتية دخلت وبدأت تقرأ قرآن وتقفل لها عينيها وخلاص غسلتها وكفنتها والموضوع تم ودور المرحومة هنا انتهى. وبعد 3 أيام بالظبط لقيت يوسف بيكلمني وبيقول لي أنا لازم أشوفك حالا. رحت شفته وفعلا ملامحه كانت مرعبة، عينيه طالعة لبره وشعره متنعكش وشكله شبه العفاريت. أول ما شافني جري عليا وقال لي أنا مش عايز حد غيرك، أنا عايزك أنت وبس، أنا هسيبهم كلهم عشانك، هسيبهم، ولو حد اعترض هقتله، مش مهم، المهم تبقي ليا وتبقي بتاعتي. بصراحة حسيت بفرحة وبشوية حزن بسبب اللي يوسف بقى فيه واللي وصل له بسببي. قلت له روح دلوقتي وبكرة نتكلم، والحقيقة حسيت انه بقى عبد ليا لدرجة انه فعلا نفذ الكلام من غير حتى ما يتكلم معايا ولا يناقشني، سمع الكلام من هنا وروح على بيته على طول. صحيت من النوم الصبح على رقم غريب بيتصل بيا، رديت على التليفون لقيت صوت ست كبيرة وبتقول لي الو اسماء معايا؟ قلت لها مين معايا؟ قالت لها أنا والدة يوسف بجد بيضيع مني وأنا عايزاكي تيجي حالا، لأنه قاعد يصرخ باسمك والناس كلها مش قادرة تسيطر عليه، قاعد يقول أنا عايز أسماء، هاتولي أسماء. فمسكت تليفونه ودورت على رقمك لحد ما كلمتك، أرجوكي أبوس إيدك ابني بيضيع مني، أنا عايزاكي حالا. قالت لها حاضر أنا مسافة السكة وهكون عندك. وبتقول أسماء أنا فعلا رحت لبابا وقلت له صاحبتي عيانة واتحججت بحجة عشان خاطر أروح ليوسف، ورحت فعلا ولقيت أمه واقفة مع راجل وبتقول له الحق ابني، وقعدت تعيط. قال لها ما تخافيش باذن الله كل شيء هيتحل. واول ما شفتها قلت لها انا اسماء، يوسف فين؟ شاورت لي على الاوضه وهي بتعيط. حاولت اقرب من الاوضه، سمعت صوت يوسف بيصرخ بشكل جنوني وبينده عليا وبيقول لي تعالي يا اسماء افتحي الباب وتعالي. اتضح انهم كانوا حابسينه في اوضته ورابطينه عشان خاطر عنده حاله هيجان مش طبيعيه. كان في معالج بالقران واقف وبدا يقول مجموعه من ايات القران، ولكن وهو بيقول آيات القرآن أنا بدأت أحس إن في حاجات غريبة بتحصل فيا، كأن في ناس بتتعذب جوايا. فجأة الأرض ما عادتش شايلاني وأغمى عليا. فقت من الإغماء اللي كنت فيه، لقيت ملامح الشيخ بتبصلي وبتبرق لي وكأنه خلاص كشفني. فعدلت هدومي وقلت بكل براءة يا شيخ هو يوسف ماله؟ قال حد عامل له عمل ولو ما لحقناهوش ممكن يروح فيها. أخدت بعضي ولميت حاجاتي ومشيت وانا حاسه بتأنيب ضمير باللي عملته وقلبي بيتقطع على يوسف. قلت انا لازم اروح للراجل اللي رحت له ده واقول له يوقف كل حاجه، خلاص انا مش عايز اكمل. فعلا رحت له وقلت له انا عايزاك توقف كل اللي انت عملته ده. ضحك ضحكه شيطانيه وقال هو دخول الحمام زي خروجه ولا ايه؟ خلاص اللي حصل حصل ولا يمكن يرجع لطبيعته تاني. روحت من عند الشيخ ضاحي وقررت ان انا ادخل انام عشان احلم بابشع كابوس ممكن اي حد يتخيله. حلمت بالست اللي انا حطيت في بقها العمل، جارتنا اللي ماتت لو تفتكروها. حلمت بيها وهي شكلها مرعب، شكلها يخوف، بتحاول تجري ورايا وتطاردني وتخنقني وتقول لي كلمه واحده، انا لازم انتقم منك زي ما عذبتيني وانا ميته. فضلت احلم بالاحلام دي مرارا وتكرارا، وحاله يوسف كل يوم بتسوء لدرجه انه ما كانش بيعرف ينام الا لما اروح له البيت وانام جنبه عشان خاطر هو يعرف ينام. وفي النهايه المعالج عرف اللي انا عملته، ويوسف كمان قطع علاقته بيا تماما. وزي ما تقولوا كده السحر اتقلب على الساحر. السحر اللي انا عملته اتقلب عليا وبقيت طول الوقت بشوف كوابيس وانا نايمه وكمان كوابيس وانا صاحيه. يعني الموضوع ما عادش مقترن بكوني نايمه، كمان بقيت بشوف خيالات بتظهر حتى وانا صاحيه. وفضل شبح جارتنا بيطاردني طول الوقت وبشوفه دايما. وانا زي ما قلت لكم في البدايه انا بحكي القصه دي عشان خاطر محدش يعمل زيي ولا يروح للطريق ده، عشان هيفضل طول عمره عايش بتأنيب الضمير مره، والمره الثانيه اللعنه اللي هتصيبه لو السحر اتقلب على الساحر. انا عايز اقول لكم ان الحكايه دي هي حكايه احد متابعين البرنامج، ودي حكايه حقيقيه 100%. ولو الحكايه دي بالنسبه لك كانت متالفه او حكايات افلام، فالحكايه اللي جايه هي حكايه مهمه جدا لفنان ابن فنان معروف وكل الناس عارفه اخباره، وكمان اللي اتعرض له كلنا شفناه بعينينا. ولكن كمان الفنان طلع في احد البرامج واتكلم وقال عن اللي حصل له بالحرف. كلامنا عن الفنان أحمد فلوكس اللي من فترة ارتبط اسمه بمشاكل وحوارات، وكلنا لاحظنا تغيرات في ملامحه وجسمه، وناس كتير قالت إنه عشان خد كورتيزون، وناس تانية قالت إنه مريض، ولكن ما وراء الحدوتة كان أكبر بكتير مما نتخيل. طلع الفنان أحمد فلوكس مع المذيع عمرو الليثي وقال إنه تعرف على صديقة عشان بعدها على طول يطلق مراته، والعلاقة تستمر وتكبر لحد ما صديقته دي تبقى مراته. وبيقول أحمد من الوقت ده وحياتي تتشقلب وتتغير 180 درجة، بقيت مكتئب وكاره الناس بعد طلاقي من هنا، واعتقد انه الشخص ده كان ليه يد كبير في طلاقي منها. عرفت حد، قعدنا فترة
ارتبطنا، وبعدين فجأة لقيت نفسي مش أنا عمل، مش أنا، مش موجود، تصرفاتي مش مظبوطة، عصبي جدا جدا، مش مركز. عارف لما تبقى معمل بصيرة، معمل قوة، واهن، شايف أشياء كلها أقرب إلى لفظ، أشياء قذرة حواليك ومش قادر تقول إنها مش قادر تعمل حاجة، مش موجود. ومش عايز اشوف اي حد، حتى ابني نفسه. أنا حتى ابني ما بشوفوش، مش عايز أشوفه. حياتي اتدهورت وما كنتش بقدر اقوم من على السرير عشان اكتشف انها كانت عامله لي سحر، كان هو السبب في طلاقي من مراتي الاولى. وبعدها كمان كملت في الاعمال عشان افضل جنبها، وبعد ما شفت خيانتها ليا كانت بتخوني وعامله لي عمل عشان خاطر ما اشوفش اللي بيحصل، برغم انه كان بيحصل قدام عيني. شايف خيانات حواليا ومش شايف، مش عارف أقوم أخد أكشن. انتوا متخيلين يعني ايه حد شايف اللي بيخونه قدام عينه وحد تاني عامل له عمل بانه ما يشوفش او ينسى كل اللي بيشوفه؟ والصدمه ان احمد بيقول ان دي مش اول مره الست دي تعمل اعمال، هو لما دور وراها لقى ان اهلها كلهم بيعملوا الاعمال دي. هي حياتها كلها كده، واللي أنا عرفته إن هي وأهلها كده، وجوازاتها كلها كده، وتاريخها كله كده. وكمان هي مش اول مره زي ما قلت تعمل اعمال لناس كانت معاها في حياتها، بالعكس ده كل مره تعمل عمل تطلق راجل من مراته وتتجوزه هو وتبدا تخونه او تمارس عليه امراضها النفسيه. بيقول احمد انه كان قاب قوسين او ادنى من الموت، صوته ما كانش بيطلع اصلا وامراض الدنيا بدات تمسكه، الا ان في شيء ما خلاه يستعيد قوته مره تانية ويقرب من ربنا. يمكن صحابه، يمكن حد مقرب له هو اللي شده من الطريق اللي كان ماشي فيه. بيقول بدأت أستعيذ من الشيطان الرجيم وبدأت أعرف ربنا وأبدأ أصلي غصب عني، برغم إني ما كنتش بقدر أقوم أقف على السجادة، ولكن حسيت إن القوة بتجيلي كل ما بقرب من ربنا، ففضلت أقرب أكتر وأكتر، ولو ما كنتش عملت ده كان ممكن فعلا أموت. وقال أحمد فلوكس بعدها إنه بعد ما قرب من ربنا السحر ده اتشال وبدأ يشوف الأمور على طبيعتها، وبدأت علاقته بوالده ترجع تاني، وبدأت علاقته بابنه كمان تبقى موجودة، وكمان بدأ يتكلم مع مراته اللي فاتت ويكتشف إنه ما كانش فيه مشكلة أصلا عشان خاطر يتطلقوا، ولكن الست اللي كانت في حياته واللي دخلت واللي عملت له الأعمال والأسحار دي هي اللي شقلبت حياته وقلبتها زي ما قلنا 180 درجة. حكايات الجلب كتير، ولما تسمع اكتر تحس ان راسك هتشيب من كتر الحاجات اللي بتحصل. طب اقول لك، كان في ست عندها 3 بنات، 2 منهم قربوا على ال30، فقالت انا بناتي هيعنسوا، فراحت لشيخ عشان يعمل لهم سحر من النوعيه دي، وفعلا كلهم اتجوزوا كده. وبعد مرور فتره البنت الكبيره زي ما تقول كده العمل بدا يروح، فالزوج بدا يرجع لطبيعته ويلاحظ اخطاء كبيره، زي كونها اخلاقها مش كويسه، زي عصبيتها في البيت، زي لبسها وتاخرها من البيت، حاجات ما كانش بيعلق عليها في البدايه عشان زي ما تقول كده ما كانش اصلا بيشوفها. البنت لما لقيته بيسال على حاجات ما كانش بيسال عليها من الاول خالص، برغم انهم بقالهم كتير متجوزين، بدات تفهم ان السبب ان العمل بدا يتاثر. طلعت تجري على امها وقالت لها حصل 1 2 3 4. الست الكبيره حست بتانيب ضمير، فقالت تروح تسال شيخ، وقال لها طبعا حرام، فقررت انها ما تكملش وما تعملش ده تاني. فالبنت اللي هي بنتها اتخانقت معاها عشان ما عملتلهاش عمل، وفضلت مقاطعاها لحد دلوقتي. طب اقول لك الاكبر بقى، قصه جايه من محكمه الاسره، لا من دجال ولا من صديق ولا حتى من سوشيال ميديا. ست رافعه قضيه خلع على جوزها وبتتهمه انه اتجوزها بسبب السحر وكمان خلف منها بنت. الست كانت بتقول انه تقدم لها اكتر من مره ولكنها كانت بترفضه عشان شخصيته الضعيفه، ولكنه غاب فتره وبعد كده رجع تاني وتقدم لها، وحست فجاه انه الله ليه لا، وفعلا اتجوزته وسط استغراب الاهل اللي كانت رافضاه من البدايه، النهارده بتتجوزه. ولكنه اختفى فتره ورجع تاني عشان يتقدم، وفجاه لقت نفسها بتقول ماشي ليه لا، هو شخصيته ضعيفه بس طيب، وبدات تخلق له مبررات عشان تقبل الجواز بيه وسط استغراب الاهل، لحد ما فعلا اتجوزوا وفضلوا سنه متجوزين، وفضلت حامل منه وخلفت اول بنت ليهم، لحد ما في يوم من الايام بتنزل الشنطه من فوق الدولاب، لقت حاجه في الدولاب شبه الحجاب، لقت حاجه مكتوب فيها اسمها وكلام غريب كانه طلاسم وحاجات هي مش فاهماها. شكت في القصه ولكنها استنت جوزها عشان تقول له ايه ده. اول ما جه قالت له ايه ده، قال لها ما اعرفش، ومع ضغط شديد منها اعترف وقال لها ان ده عمل انا عامله عشان تتجوزين. ولما راحت لاهله عشان خاطر تشتكي لهم من اللي حصل، ردوا عليها رد غريب، قال لها طول ما الراجل ما اثرش معاكي في حاجه يبقى في ايه، ولا سحر ولا دياوله. كانت الست بتزعق في المحكمه وبتقوله انتوا متخيلين يعني ايه اعيش مع حد وانا مسلوبه الاراده، اعيش مع حد وانا عارفه انه كان عامل لي عمل ويمكن كل اللي حصل ده ما كانش حقيقي وما كنتش بعمله بمزاجي. انتوا متخيلين ان انا اصلا ما عدتش معترفه بالبنت اللي هي بنتي، اني ما جبتهاش بكامل ارادتي. وهنا يا عزيزي تكمن خطوره هذا السحر، انه بيخليك فاقد الاراده،
ما عندكش اي حق في انك ترفض الشخص او حتى تقبله، بيخليك بتتعلق بشكل لا ارادي بالشخص اللي بيعمل لك هذا السحر. والمرعب اكتر في القصه ان الامور اللي بنتكلم عليها دي منتشره كالنار في الهشيم، انتشار مش منطقي، لدرجه وانا بعمل سيرش لقيت بعض السحرة عاملين جروبات وبيعملوا عروض فيها واوفر للناس اللي عايزه تعمل سحر الجلب او حتى سحر المحبه، وبيناقشوا بعض وبيقولوا لو انت العمل بتاعك مش شغال ممكن تبعت لنا وخدمه العملاء هترد عليك وتتكلم. فانا لو منك الحقيقه لازم ابدا ادور على كل الناس اللي انا بحبهم وبتعلق بيهم بشكل لا ارادي مني، هل هم اللي بيعملوه هو اللي بيخليني احبهم ولا ممكن يكونوا عاملين لي حاجه؟ الاكيد انك لازم تستنى حلقات تانية كتير من العرف.